شرفني في النهارده في اول حلقه ليا كابتن محمد صلاح نجم مصر ونجم نادي الزمالك والمدير الفني لقطاع ناشئين نادي الزمالك. كابتن محمد كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم. كابتن فاروق مبارك لك وان شاء الله دايما في التوفيق ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. يعني ما دام احنا في رمضان كده، اول حاجه تحب نتكلم فيها حاجه عن رمضان ولا نتكلم في القضيه اللي احنا جايين نتكلم فيها؟ براحتك. طب اللي انت عايزه. اتصليت النهارده؟ طبعا النهارده بس. طب الحمد لله. بقالي 80 سنه والصيام برضه زي كل سنه. كابتن في الفتره الاخيره يمكن قضيه الغاء بطوله 95 و96 كان فيها لغط كتير. في بعض الناس او بعض اعضاء مجلس الاداره موافقين ان البطوله تتلغي، وفي ناس مش موافقين برضه في اتحاد الكوره، يعني في اتحاد الكوره، وليهم تصريحات بكده. يمكن نادي الزمالك ليه اكيد من خلال حضرتك وانت ممثل لقطاع الناشئين جوه نادي الزمالك، ويمكن اكيد ليكوا راي في حاجه زي كده، لان في بعض الانديه برضه موافقه وفي بعض الانديه مش موافقه. هو المشكله احنا مش هنتفق على حاجه يا كابتن خالص. يعني حتى اتحاد الكوره لما سمعت الحاج محمود الشامي اختلفوا في حاجه، هم جايبين الكابتن الدكتور محمود سعد عشان ينظم الناحيه الفنيه. تمام. مجلس الاداره هو اللي عايز المسابقه تتلغي، والكابتن محمود عايزها تكمل. زي ما نص الانديه عايز صحيح. لا خلي بالك، بيبقى عندك لعيبه كويسه او حاسس ان هم ممكن يعملوا بطوله تقول لك لا مش هتتلغي، لكن هي قبل كده حصل في 94 في سنه من السنين وقالوا جيل هيموت وجيل مش عارف ايه وكبروا المساله. تمام. لكن اللعيب الكويس وحضرتك عارف لازم يلعب في حته، يعني ما توصلش لغايه 20 سنه ما تلعبش فريق اول وعايز تبقى دايما في الناشئين، لازم يبقى عندك طموح. وانا يمكن من ضمن الناس اللي موافقين شويه لان برضك عندنا كم من اللعيبه هيمشي. تمام. لكن ال 97 هي امل مصر في الاولمبياد. انت بتتكلم على راي شخصي لحضرتك ولا ده يعني مجلس اداره النادي كمان موافق على ان يعني الى حد ما القرار ده يبقى موجود في احنا عندنا مجلس اداره بصراحه بيلتزم بالقوانين وبالحاجات اللي بتتقال من اتحاد الكوره. تمام. لكن يعني زي ما انت قلت عليها لغط كتير قوي، وسمعت حاجات بقى، حاجات لعيبه هتموت ولعيبه مش عارف هتتقفل بيوت. ما ينفعش يكون. انت لعبت كام سنه؟ انا لعبت 17 وانا 17 والكويس هيلعب 17 و16 كمان، ودلوقتي اللي متاخدين في المنتخب الاولمبي اولى الناس يلعبوا في الفريق الاول. تمام. لكن لو انت عندك حد طالع هتأيده في الخمسه اللي هم بعد ال 25. انا وانت كنا بنتكلم في الجزئيه دي يا كابتن، ال 95 5 بس ولا ال 97 هنضموا ليهم؟ لا، هو اللي انا عرفته ان ال 97 خلاص دي بطوله ليهم، واللي عايز يتصعد او يتضاف للفريق يلعب بدون ما يبقى فيه مقيد من الخمسه دول. كويس. تمام. لكن اي واحد شايف نفسه ان هو كويس يا اما هيلعب في نادي ثاني يا اما هيلعب في درجه يعني ممتاز به. تمام. يا اما في اي درجه او يسافر زي ما بيحصل. يعني 94 ده كان فيهم اعتقد لعيبه احسن من الجيل ده بتاع 95 اللي اتلغى، بس نصهم او ثلاث ارباعهم لعبوا في انديه ثانيه. صحيح. ودي الموهبه. صحيح. مش ممكن انت هتستنى لغايه مثلا يبقى عندك 25 سنه عشان تلعب فريق اول. صحيح. ده المفروض يا كابتن. المفروض يعني هو ده المفروض ان يبقى في لعيب بيبان موهبته من 17 زي ما نيجي كده. عندك رمضان صبحي، يوسف اوباما، مصطفى فتحي كل دول مجموعه صغار في السن وموجودين في الفريق الاول نتيجه موهبتهم اللي هي موجوده. بس استاذنك انا افتكرت عشان بس نقول لكريم بامبو يعني ان شاء الله يرجع بالسلامه، وان شاء الله يعملها عمليه بسيطه وكل عملها ان شاء الله. يعني طبعا قبل ما نكمل كمان هنشوف بس تقرير يا كابتن عن القضيه دي ونرجع نكمل مع بعض تاني. شهدت الآونة الأخيرة حالة من الجدل داخل الأندية آثارها قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة الناشئين مواليد 95 و96 في الموسم الجديد، واعتبروه أنه قرار خاطئ وغير مدروس، لأنه سيتسبب في رحيل عدد كبير من اللاعبين عن أنديتهم بنهاية الموسم الجاري بدون الاستفادة منهم، لأن كل نادي سيقوم بقيد 5 لاعبين من مواليد 95 فقط وتسريح الباقين. ثورة الغضب انتابت الأندية بعد قرار الجبلاية، حيث اتفق جميعهم على أنه قرار خاطئ وغير مدروس، لأنه سيحرم الأندية من جهود اللاعبين للأعمار السنية مواليد 95 و96، بخلاف أنه سيقضي على أحلام هؤلاء اللاعبين الذين كانوا يحلمون بالتصعيد إلى الفريق الأول داخل أنديتهم. لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث عصف هذا القرار بأحلامهم ليكون مصيرهم التسريح. تضامنت الأندية في رفضها لقرار الجبلاية باعتباره قرارا عشوائيا، واتفقت على الاحتجاج لدى الجبلاية لإيجاد حل بديل لإلغاء المسابقة بدلا من تسريح اللاعبين، لأن قرار التسريح سيكلف الأندية رحيل 500 لاعب. برنامج الكرة لايف
مع محمد فاروق يفتح ملف الإلغاء بكل حيادية ومواجهة سلبيات الجبلاية ومعرفة آراء كل الأطراف من خلال استضافة الكابتن محمد صلاح المدير الفني لقطاع الناشئين لنادي الزمالك من أجل معرفة آرائهم في القضية وما هي الحلول للحفاظ على أجيال قادمة وتفادي الأندية من إهدار المال العام. فتابعونا. كابتن محمد، يمكن طبعا تقرير جه فيه كتير كلام ممكن الناس بعد ما بتبص عليه بتحاول طبعا تشوف تعليق حضرتك على الكلام ده، لان في ناس بيتكلموا ان ده اهدار مال عام. خلينا نمسك في النقطه الاخرانيه. تمام. هو مش اهدار اعمال، هو الانديه بتصرف كتير. تمام. وبتقعد تبني لغايه المسابقه الاخيره اللي هي اما 20 سنه اما 19، وبعدين بيحصل تسريح. تمام. خلاص. لكن انا عايز بس الحاج حتى محمود الشامي لو حد يجيبه يقول لنا ايه وجهه نظرهم في الغاء البطوله دي. طب علاء، بعد اذنك علاء، لو في حد نقدر نجيب بس اتحاد الكوره يقدر يرد علينا، لان كابتن محمد يعني برضه طالب حاجه زي كده، عشان يقدر يقول لنا لو هو عنده وجهه نظر او اتحاد الكوره عنده وجهه نظر مبنيه على اسس ما حدش يزعل. صحيح. جميع الانديه، لكن مش عايزين نقول الانديه اللي عندها عايزه بطوله واللي ما عندهاش مش عايزه بطوله. الموضوع يا فاروق مش هناخد بطوله وخلاص. صحيح. لا، ما بعد البطوله. هل الفرقه دي هتلعب كاس عالم، اولمبياد، تصفيات افريقيا؟ خلي بالك كابتن، 95 المفروض ان كاس العالم بتاعهم شغال دلوقتي في نيوزيلندا. خلاص هينتهي. خلاص. ده صربيا والبرازيل هم في النهائي خلاص. تمام. لكن انا بقول لك السنه الجديده 95 96 ما اتعملش ليه؟ فلازم هو يطلع يقول لنا ايه وجهه نظره، لان انت ما خدتش راي المدير الفني او انت عكس راي المدير الفني اللي هو الدكتور محمود سعد. تمام. في المسابقه دي. ففي هنا في نقطه احنا مش عارفينها، لازم يطلعوا او هو الحاج محمود يطلع يقول ايه وجهه نظرهم. تمام. يعني انت برضو كابتن وجهه نظر موجود ان هو بيلغي، ولكن المستقبلا عامل ازاي؟ ايوه، ده اللي انت ممكن يعني مستقبلا المفروض لو بطولات تانية هتتلغي لما يوصلوا للسن ده برضو، ولا ده كيس مختلف؟ السن ده عشان يمكن 3 سنين اللي فاتوا حصل توقف، حصل ان مجموعه اللاعبين دي ما قدمتش للمنتخب او ما قدمتش للانديه، رغم ان في لعيب زي محمد هاني، يوسف اوباما، كل دول موجودين من بس خلي بالك دول الموهوبين راحوا فريق اول. تمام. خلاص. تمام. لكن انا بكلمك يعني عايزين نقول ايه، هل 97 وده الارجح ان بيعمل لهم سيستم 3 سنين او خطه 5 سنين او 3 سنين عشان يلعب اولمبياد؟ تمام. عشان يلعب كاس عالم افريقيا، انا معاهم. لكن 95 دي اتلغت على اي اساس؟ هل ملهاش بطولات زي ما انت قلت؟ هل بقى لها 3 سنين ما افادتش مصر؟ فلازم يطلع حد بس يقول لنا عشان نبقى احنا بنتكلم على علم. صحيح. ما جيش الغي وخلاص، لا الغي عشان كذا 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 كذا، الاسباب دي مقنعه، اعتقد كل الانديه هتوافق. طب يعني عامة هو الاهلي كابتن بالتصريح لكابتن علاء صادق قال لك ان طبعا ان اللعيبه بتاعته اللي المفروض يستفاد منها ماديا خلاص كده في وقت من الاوقات خلاص هو مضطر ان يقيد 5، لكن هو بيحترم في الاول وفي الاخر راي اتحاد الكوره. واحنا نفس الشيء، احنا هنختار 5 باذن الله بقياده ميدو الافضل والاحسن، والمدرب برضك في الفرقه اول هو هيكون مقتنع بيهم ولا لا؟ لان اوباما لسه صغير، مصطفى فتحي عدى، والاثنين المعاران كان بازوكا او ياسر هيعدوا السن. وعندك خالد شيكا برضه كابتن تقريبا، والشيكا راجع ان شاء الله، فدول ممكن يتأيدوا او يطلعوا فريق اول وبعدين ناخد من ال 95 او 96. طب انت شايف، انا قريت تصريحات للاستاذ محمود الشامي، المهندس محمود الشامي، استاذ ايهاب لهيطه، ان هم كانوا معترضين على شايف ان برضه التخبط ده جوه اتحاد الكوره في ان يبقى فيه موافقه وفي اعتراض في نفس الوقت ده برضه؟ لا، الحاج محمود ما كانش معترض، يعني انا سامعه في الاول. اتفقنا في الاول بدايه المشكله احنا اتفقنا، وحتى الكابتن محمود سعد كان عايز 95، بس احنا شفنا كمجلس اداره واحنا الادرى وقعد يتكلم. طب انت خدتني نقطه معانا، اعتقد ان المدير الفني للاتحاد هو اللي بيحط ايه المسابقات اللي المفروض تشتغل وايه المسابقات اللي المفروض ما تشتغلش. تمام. ما هو بناء على اللي جاي. اوكي. يعني برضك الدكتور محمود مش هيحط كده يعني. تمام. يبقى في سيستم قدام، لكن طالما اتفقنا خلاص بنمشي. لكن قلنا لا، واحد قال واحد قال لا، في هنا في حاجه ثغره هنا او نقطه احنا مش عارفينها. عشان كده بقول لك يا ريت الحاج محمود يطلع يقول هم بيحاولوا ايه السبب، او المهندس ايهاب الهيطه ايه السبب في الغاء المسابقه دي؟ هل هتفيد المنتخبات؟ كلنا نضرب تعظيم سلام. لكن هنرجع بقى زي فاروق جعفر الاول، ما قالوليش انا اللي بحط السيستم، محدش مش عارف ايه، محدش قال لي حاجه. فعايزين نبقى في وضوح من دلوقتي يا كابتن فاروق، من بدايه الموسم المسابقات تتحط عن طريق المدير الفني. تمام. ولا اتحاد الكوره.
طب يا كابتن، شايف ان خروج اللاعبين من انديتهم سواء بقى ال 95 دول لما يبتدوا يروحوا الانديه، هل هيخلي الانديه قويه، هيخلي الدوري قوي، ولا ده في حد ذاته خلاص ما هم بيلعبوا في انديه ما فادوش ناديهم هيفيدوا الانديه الثانيه؟ شوف انت بتتكلم في نقطه جامده جدا وكويسه. هل اللعيب ده كان يستحق انه يلعب في الفريق الاول؟ كان لعب في ناديه. ممكن نقول الظروف، او الانديه بتشتري دلوقتي محترفين جاهزين عشان يلعبوا، تمام، فيثبت لنفسه ويثبت للناس ويثبت للنادي بتاعه ان هو كان احق ان يلعب. لكن عايز اقول لك برضك الدوري العام يا فاروق بتاعنا ليه ناسه. يعني عشان واحد ناشئ هيخش بعد فتره كبيره قوي. زي وانت متفقين ان احسن فرقتين النصر والرجاء بس الدور الثاني بعد ما خدوا على الدوري. صحيح يا كابتن، بس كان الموضوع فات. صحيح. اللاعب ده هياخد وقت، ممكن يفيد في الدرجه الثانيه اللي هو الممتاز به. صحيح. ممكن لانه جاي من الزمالك، جاي من الاهلي، جاي من انبي، عنده اساس سواء يعني دي في قوه للدوري الدرجه الثانيه. انت شايف يا كابتن؟ اكتر من الفريق الاول، الا اذا كان موهوب زي اوباما، زي مصطفى فتحي، زي كريم، زي رمضان صبحي. جميل. طيب خلاص، ما دام نتمنى طبعا. لا احنا طبعا نتمنى ان برضه خلي بالك يا كابتن، انت بتتكلم في عدد كبير من اللاعبين هيتم تسريحهم. اللي هيلاقي نادي هيلاقي، اللي مش هيلاقي هيقعد في بيته. وانت في الفتره الاخيره انت عايز الشباب يشتغلوا، ودي كانت يعتبر في وقت من الاوقات حلم اي لعيب موجود من اللعيبه دي في الانديه بتاعتهم، وفي نفس الوقت هو عمل ليه؟ فانت برضو بعدته عن العمل ده، هيقعد بطاله. دي انت بتزود البطاله، انا شايف من وجهه نظري. طب ايه رايك ما نعمل فريق نسميه الاولمبي او الرديف؟ يعني الرديف. في الامارات في رديف، في السعوديه، في كل العالم كويس، في كل العالم ويتعمل له مسابقه خاصه. مين يكسب مين ما يكسبش او ياخد البطوله دي مش مهم، صحيح، بس يطلع في الاخر من كل نادي. ما هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه يا كابتن، ان وانت بتعمل حاجه زي كده كان لازم تفكر في النقطه دي، وان انت لازم تبقى عامل مثلا مسابقه للرديف، عامل مسابقه لفريق الاهلي الف، الزمالك الف، والاهلي بي، يعني للانديه كلها، ويبتدي يبقى ليهم دوري موجود عشان الشباب دول ما يروحوش في حته ثانيه خالص. تمام، انا معاك. وعشان كده بقول لك بس الحاج اي حد يطلع من اتحاد الكوره يقول لنا هل ممكن الانديه بينها وبين بعضها عن طريق الاتحاد او تحت رعايه اتحاد الكوره ان تعمل البطوله دي حتى لو كانت وديه، تمام، ويبقى مسموح بيها، ولا اتحاد الكوره هو اللي يعملها والانديه تنفذها؟ صحيح، عشان الناس ما تروحش بره زي ما انت بتقول، او تبقى في، يعني انا اسف، تبقى في الشارع يعني. صح. بس حد يرد علينا يقول لنا. والله احنا بنحاول يا كابتن، بنحاول المسابقه عارف التراويح، وبعد التراويح بقى بنريح. ايه ده الفجر قرب يدخل. يعني هنحاول يا كابتن نوصل لهم. لان يعني انا بقول لك يعني عن نادي الزمالك احنا صرفنا كتير. صحيح. لان معظم اللعيبه مغتربه، فانت بتجيب لها شقق، اكل وشرب ونوم وملابس ومرتبات، وفي ناس عندها عقود احتراف بس مصغر، اللعيبه اللي هي شبه موهوبه او اللي هي كويسه في فرقها طبعا، فدي بتكلفك في السنه حوالي 1,000,000 جنيه طبعا. ده كله راح، فانت بتبني او بتربي وغيرك بياخد الخير. تمام. بس لازم يعملوا سيستم. انا عشان كده بقول لك لو حد طلع قال لنا شوف انا وانت بنقترح اهو، اكيد برضك الناس التانيه بتقترح حاجات، اكيد، فهنتفق في الاخر على حاجه معينه. الشباب دي كانت حل ليهم، لان انت يعتبر رميت عدد كبير جدا من اللاعبين. ما هنقول في انديه هتاخد جزء، لكن الجزء الباقي ده هيبقى فعلا في الشارع يا كابتن. وخلي بالك في ناس، انا بتكلم طبعا انا قريب من نادي الزمالك واللعيبه، كان كل واحد عنده الامل ان يطلع فريق اول، يعني دي اخر سنه ليه يثبت نفسه لغايه ما يطلع فريق اول. وكان في جدال من قيمه اسبوعين ثلاثه القائمه تبقى 35 لا 30، فكان كل واحد عنده الامل انه يخش في ضمن القائمه، دلوقتي يبقى بره في الشارع. فليه ما نرجعهمش تاني عن طريق حتى دوري ودي؟ انا بقترح انا وانت دوري ودي، اقتراح عالي، الاولمبي سميه الرديف، سميه السكند مش عارف تيم، اي مسمى، تبقى في شركه راعيه ليه يا كابتن، على اساس ان بيبقى فيش تحمل من اتحاد الكوره لمصاريفه بالنسبه للحكام والانتقالات. اتحاد الكوره ما بيتحملش حاجه، دي الانديه اللي بتتحمل، الانديه بتتحمل، والانديه اللي صرفت. عشان كده في ناس يعني زي تقول بتقاتل من اجل بقاء المسابقه، لانهم صرفوا كتير. انت كنت بتشتري لعيبه بالاف الملايين، الاف الفلوس، 150,000 و100,000 ناشئ صغير، فانت ربيته لغايه 20 سنه وبعدين مشي. صحيح. طب يا كابتن احنا معانا تقرير بس لاتحاد الكوره هناخده ونرجع، برضو في نقطه مهمه هسال حضرتك فيها. يعني المهندس ايهاب لهيطه عضو اتحاد الكوره المصري، بنرحب بيه على شاشه CRT وبنقول له كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه شهر رمضان الكريم. وانتم طيبين، وربنا يوفقكم ان شاء الله في قناه جديده، ومرحبا بيك في اتحاد الكوره. بخصوص مسابقات الناشئين، في كلام عن الغاء مسابقه 95 و96، وفي جدل كتير في الشارع المصري، محدش عارف فيها هتتلغي فعلا ولا هتتلغي، يعني ايه الوضع فيها، فعايزين نعرف من حضرتك. يعني هو اللي يحزنني الناس بيقول لك في مسابقه 96 اتلغت،
مفيش مسابقه اصلا في 96. يعني اللي يحزنني الناس بتتكلم على مسابقه 96 والناس متضايقه جدا والانديه بتشتكي، مفيش مسابقه اصلا عشان الغيها يعني من اساسه. وبعدين الحاجه الثانيه كده ايه ده لغوا 93. ايوه لغايه 93 النهارده 2015. فتحسب عمر الولد بقى عامل ازاي؟ عندنا 23 سنه. هل ده منطقي نلعب مراحل سنيه؟ مش منطقي. المنطقي الوحيد بس هي 95. 95 هي من الناحيه الفنيه بتشوف وجهه نظر الانديه من وجهه نظر 95 النهارده فيها كلام كتير انها تم الغاء المسابقه وبتصعد 5 لعيبه بيتضموا على القائمه بتاعه الفريق الاول. الانديه الكبيره اللي هي عندها مخزون من اللعيبه بتتكلم في النهارده قايد 5 بس و5 استبدال، يعني عنده 10. هو مقايد مثلا على 20 لعيبه، في 10 لعيبه في 20 نادي بيتكلم في 200 لعيب بقى موجودين فري في السوق. فبالتالي الفري في السوق ده في انديه صغيره هتستفيد طبعا، شيء طبيعي. لكن اللي بيشتكي الانديه الكبيره طبعا بتقول لك انا صرفت على اللعيبه دي فمش هقدر اسيبها فور فري زي ما بيقولوا. دي وجهه نظر. وفي وجهه نظر بقى يقول لك طب ما تخليهم يلعبوا في مسابقه. هل من المنطق ان انا اعمل لعيب عنده النهارده 21 سنه مواليد 95 او 22 سنه و20 سنه يلعب في مسابقه فرع؟ يعني الانديه الكبيره بتلعب مع مراكز شباب. دي انا من وجهه نظري الفنيه المتواضعه وبنسال فيها برضه ناس الخبره. مفيش منطق كده. مفيش منطق انت بلعيبه عنده 21 سنه بتلعبه على مسابقه ضعيفه. لازم لعيب 21 سنه يلعب مسابقه قويه، بيلعب طول الجمهوريه ماتشات اقوى يعني. فالكلام على الفتره اللي جايه اما اتحاد الكره هيعيد المناقشه في مسابقه 95 او يزود العدد من 95 على الفريق الاول. ده الحالين اللي بنفكر فيهم تاني. لكن انا الحمد لله وضحت ان لا في مسابقه 96 عشان نلغيها، و93 الغيها. ما طبعا سنه 2015 شيء طبيعي لازم تتلغي ان الولد بيكبر. هو في كلام كتير على الغاء 95 96، هم لسه القرار بيتم دراسته. لكن انا اقول لك انا من وجهه نظري الشخصيه ان احنا عايزين الشباب بتاعنا يمارس رياضه. وبعدين ال 95 96 ده بيأهلوهم للدرجه الاولى، يعني ممكن يطلع منهم في انديه كتير لعيبه مميزه. الحاجه الثانيه انت بتاخد قرار بيبقى زي ما تقول اعدام لجيل كامل. ماشي. طب الولاد دول هيروحوا فين؟ هيروحوا يقعدوا على القهاوي، هيروحوا الجامعات اللي بالك فيها دي هتستقطبهم. فأنا شايف إن تستمر المسابقة حتى على مستوى المناطق، بحيث يبقى الجيل ده أو السن 95 96 لهم مسابقات وبيديروا المسابقات دي، بحيث إن الشباب بتاعنا ما يخشش في اتجاهات أخرى. يعني نادي تم إشهاره في 2007 آخر 2007 ونظرا لعجز موارد الدولة وعدم يعني ان لم تقوم الدولة بدورها في دعم النادي لا من هيئة المجتمعات العمرانية ولا من وزارة الشباب والرياضة، وانا من خلال هذا البرنامج. كابتن محمد يمكن واضح طبعا من كلام مهندس إيهاب الهيطة وكابتن عزمي ان في رأي ورأي اخر يعني. لا هم متفقين معانا اللي ما تتلغيش بس على استحياء. بس طب سؤال يا كابتن، هو بعت جواب للأندية بخصوص الغاء البطولة فعلا حصل صح؟ طيب يعني هم بيقولوا في دراسة. انا مش عارف، بس كنت عايز اسالك التقرير ده قريب ولا ده لسه يمكن يعيدوا نظر تاني يا ريت. لا بس هو برضك مش عيب المهندس إيهاب او كابتن عزمي قالوا حاجه كويسه، نلعب مناطق الانديه تلعب، اشغل الناس، اهي بطوله. حتى زي ما قلت لك مش لازم مين ياخد الاول والثاني، ما تعملش مكافآت بس خليهم يلعبوا، اللي هو يبقى الولاد موجودين وفي نشاط موجود بالنسبه لهم، ما يبقاش ممكن لعل وعسى يظهر 2 3 كمان. حلو تمام كويس. دلوقتي هو بيقول ايه؟ اقتراح يزود ال5 اللي فوق يبقوا 10. تمام خلاص، فانت عندك 10 لعيبه، طب ما تخليهم 20 ويلعبوا دوري. خلي بالك ال10 اللي فوق مش هيلعبوا الا لما 4 يتعوروا و5 ياخدوا انذارات و6 يروحوا المستشفى، عشان ده احتراف. فكل نادي دلوقتي بيجيب لعيبه من دلوقتي صحيح عشان ياخد الدوري. فال10 دول مش هيلعبوا الا نادرا. صحيح. فانت خدتهم برضك موتهم، هيكلفوك مرتبات، تغذيه، ملابس، مواصلات، ومش هيلعبوا. مظبوط. طب ما اعمل لهم بطوله يلعبوا فيها. مظبوط. اقتراح يا كابتن، قول 20 لعيب بس يلعبوا مثلا في السنه 20 مباراه او 16 مباراه،
باحتكاك، وفي الاخر برضك اللي هيبقى كويس منهم يروح الفريق الاول. مظبوط. يعني طالما في اتنين في اتحاد الكوره مش مقتنعين، او يعني رايهم الافضل ان المسابقه تتعمل بشكل اي شكل، يعني سواء جيزه او بس لازم مناطق. نفرق بس يا كابتن، معلش، كابتن عزمي هو المتحدث الرسمي للاتحاد الكره الاعلامي، والباشمهندس هو اللي مقتنع. هو مقتنع. والمهندس ايهاب لقيت هو عضو مجلس اداره. كويس. والحاج محمود الشامي قال عكس كده. تمام. الاستاذ جمال علام قال حاجه تاني. تمام. ففي مش عايزين نقول ما فيش في انقسام، لا ما فيش انقسام، بس هو الراي الارجح حد يقوله السبب ايه عشان الناس ترتاح. لكن انا معاهم ان تتعمل بطوله ان شاء الله وديه. تمام. عشان الناس ما تروحش بره. تمام يا كابتن، يعني خلاص، يعني طبعا اقتراح حضرتك وكلنا كنا يمكن احنا مستنيين لغايه دلوقتي اي حد من اتحاد الكوره يقدر نوصل له، ولكن يعني شايف الفتره اللي حضرتك، بما ان حضرتك بقى الاهلي والزمالك والانتقالات اللي عماله موجوده على الساحه والاسعار اللاعبين اللي بقت تعتبر رجعت تاني خياليه بعد ما نسينا الارقام دي الفتره، شايفها عامله ازاي الفتره دي يا كابتن؟ لا بص يا فاروق، بس مع احترامي لكل الناس، يعني في فتره من الفترات انبي عدى اهلي والزمالك بالفلوس. صحيح. وكان قبليه بتروجيت، في انديه تانية، لكن دلوقتي اللي معاه فلوس هو اللي بيخش. مش عايزين نقول حرب، هي منافسه شريفه. اللي معاه اكتر او معاه فلوس هو اللي بيجيب اللعيبه كويسه عشان ياخد بطولات، مش بطوله واحده. مظبوط. فممكن السنه دي الزمالك، ممكن السنه الجايه الاهلي، ممكن بعديها الانبي، لان انبي هو اللي رفع اسعار اللعيبه بطريقه غير عاديه لو تفتكر من 3-4 سنين. مظبوط يا كابتن. وكان الزمالك والاهلي مش بيعترضوا، يعني عايزين يعملوا حد او سقف للعيبه. لكن السنه دي اتفتحت وده الموسم، خلي بالك اللي بيحصل كل سنه ان كل نادي عايز يجيب لعيبه تاخد البطولات. مظبوط. والسنه اللي فاتت اتهموا الاستاذ مرتضى ان جاب 18 لعيب، هم دول دلوقتي اللي موقفين نادي الزمالك على رجليهم. صحيح. واخدين المركز الاول حتى هذه اللحظه باللعيبه اللي جابها لسياده المستشار. تمام. فمعنى كده ممكن تتكرر تاني، ان انا طالما عندي لعيبه بتجيب لي بطولات لازم اجيب لعيبه تانية جديده. جميل يا كابتن. الاهلي عايز، الاسماعيلي عايز. يمكن انا بس عندي نقطه يا كابتن، الزمالك انت قلت ان هو جاب لعيبه يمكن فريق كامل تقريبا، وده موجود وهو اللي موقف نادي الزمالك عليه. هل لو حصل فيه استقطاب لاعبين تانيين ده ممكن يعمل مشكله جوه الفريق، وعدد كبير موجود جوه الفريق في عدد كبير من المراكز يعمل مشكله لاي مدرب؟ لا هو مش مشكله. السنه اللي فاتت الناس كانت حاطه ايدها على قلبها لما لعيبه مشيت، وكنا لعبنا في البطوله الافريقيه ب 13 لعيب. مظبوط. لكن اعتقد السنه دي لما اللعيبه جت ويبقى عندك وفره وعندك دكه بره زي اللي جوه، خلي بالك الموسم طويل يا فاروق. صحيح. في اصابات، في انذارات، ومضغوط كمان يا كابتن، ومضغوط كل 3-4 ايام ماتش. فده اللي الفرقه الكويسه او البديل اللي عندك او النفس الطويل، وخاصه في الزمالك والاهلي هم دول اللي بيكملوا. فكل الانديه السنه دي هتعمل حسابها الموضوع دوت. صحيح. ان انت عندك 18 فرقه، 36 مباراه مثلا او 38 مباراه، في ناس تخش بطولات افريقيه، في ناس تلعب مش عارف في كاس مصر. صحيح. فانت عايز كم من اللعيبه يشيلك. مظبوط. خلي بالك برضك في ناس بتروح تجيب ناشئين كتير او ناس ما لهاش خبره كتير، مش هيشيلوا الا بعد فتره كبيره قوي. فانت عايز البدايه. فالنادي اللي هو يملك فلوس وعينه كويسه على اللعيبه هو اللي هيبدا الموسم برضه كويس. بس يملك فلوس يا كابتن يروح يدفع لعيب ب 2 مليون دولار. يعني دلوقتي ايفون لاعب الوداد المغربي، الاهلي والزمالك بيحاربوا عليه، تروح تدفع 2 مليون؟ ما هو يعني وبرضه يعني انا معترض على الاثنين ان هم يوصلوا اللي هو يجيبوا لعيب بالمنظر ده. خلي بالك برضه اللعيب الفري غير اللعيب الملتزم بنادي. تمام. لما تكون حضرتك فري فانا بتعامل معاك مباشره، الفلوس تقل. تمام. لكن التاني النادي عايز فلوس واللعيبه عايز فلوس، فالموضوع بيكبر. تمام. لكن هي دلوقتي بالنسبه للمليون دولار دلوقتي ما اعتقدش ان هي كبيره، لان مثلا عبد الشافي يعني مثلا الاستاذ مرتضى عمل تحول في بيع لعيبه او لعيب واحد جاب حوالي اعتقد 38 مليون. تمام. انا مع حضرتك في الحته دي. فدي الفلوس دي ممكن تمشي الفرقه كلها طول السنه. مظبوط. في نادي تاني ما باعش. تمام. او مش قادر يبيع بالقيمه دي. انا وجهه نظري يا كابتن، يعني انا دلوقتي زمان يمكن لو افتكرنا كوارشي، ايمانويل لما جه النادي الاهلي جابهم او نادي الزمالك سوري جابهم، استفاد منهم بعد كده بشكل كبير، بس جابهم بسعر قليل واستفاد منهم. يمكن الفتره اللي فاتت سواء بقى اهلي او الزمالك للاسف الافارقه بالنسبه له ما كانوش موفقين فيهم، فبالتالي بيروح يدفع فيهم فلوس
وما بيستفدش منهم بعد كده. بالعكس يعني لما نشوف موسى ايدان في النادي الاهلي مشي، هو جيب مبلغ قليل ولكن انت ما استفدتش منه بشكل كبير. لعيبه جت قبل كده قبل موسى ايدان ولاعيبه في الزمالك جم وما استفادوش بيهم، يعني دفعوا فلوس فيهم وما استفادوش. ده اللي انا بتكلم فيه. ليه النظره ان انت تجيب لعيب ممكن يكون افريقي، ممكن مش موجوده في انديه زي الترجي او الوداد المغربي، تجيبه وتقدر تربيه وتبتدي تبيعه بعد كده، ولا انا غلطان؟ هو الانديه دلوقتي بتبقى عندها سرعه في ان تجيب الجاهز عشان البطولات زي ما قلت لك، ودي مشكله. زمان خلي بالك الدولار كان ب 2 جنيه الاول ايام كورشا وايمانويل، يعني تمام 7 8 دلوقتي. فده الفرق. لكن في انديه مثلا زي الداخليه زي وادي دجله بتجيب لعيب افريقي بتستنى عليه سنه واتنين لانها مش مطالبه بالبطولات غير الزمالك واهلي. تمام يا كابتن. عايزين جاهز عشان تاخد. صح. فعشان كده ممكن يدفعوا 5 مليون دولار و3 مليون دولار عشان اللعيب يكسب. صحيح. وخاصه الفيرود، انت عارف الفيرود، انت راجل فيرود، مظبوط مظبوط، سعره بيبقى اعلى من المدافعين. لكن عايز اقول لك برضك ان السيسي اتظلم في نادي الزمالك لان هو جه على السمعه القديمه وما خدش حظه مع المجموعه دي. يعني مش مركبش، المجموعه سرقته. عندك باسم هداف وخالد قمر واحمد علي، وبعدين هو بينزل ما خدش الوقت الكافي ان يلعب فما اتشافش، فعشان كده حصل ان هو بعد عن الثلاثه اللي موجودين. صحيح. ايدان لعب بقدر الامكان بس برضك ما اجتش او مش على مستوى النادي الاهلي فمشي. تمام. رغم انت تقول بجيب مبلغ قليل بس برضك كلفني. مظبوط. فلازم تبقى العين كويسه. لو انت عايز واحد تصبر عليه سنه او سنتين لازم يبقى صغير. مظبوط. بس هم كلهم بيروحوا بره اللي احنا ما بندفعش فلوس كتير فيهم، خاصه بتوع نيجيريا وغانا بيروحوا بره في اوروبا. لكن لو عايز تاخد بطولات لازم تجيب واحد جاهز. صحيح. زي الجمهور مش هيستنى عليك خالص خالص. من دلوقتي المشكله هنا في مصر انت عايز نتائج. مظبوط. حتى لو بتبني، لا يعني مش هتبني. لما تيجي تبص للنادي حتى لو انت قلت في اول سنه انت هتبني فرقه بيقول لك لكن في نص الموسم يقول لك لا لازم تكسب. الكلام بيتغير. لو كابتن اتفرج على كوبا امريكا ما اتفرجش؟ اتفرج. طيب نروح فاصل وهنرجع البرازيل. طب اللي هو اللي اتغلب فيه من كولومبيا. طب هنروح فاصل يا كابتن ونرجع نتكلم على كوبا امريكا باذن الله. طبعا يمكن كوبا امريكا طبعا شغاله وفي رمضان وسهرات جميله بتبقى موجوده. يمكن طبعا احنا يمكن كابتن محمد لو اتفرجت على البطوله فيها مباريات قويه جدا. لو اتكلمنا على المجموعه الاولى مثلا فيها بوليفيا وتشيلي والمكسيك والاكوادور. بوليفيا تتصدر المجموعه الاولى ويمكن وتشيلي في المركز الثاني والمكسيك في المركز الثالث والاكوادور. يمكن لما تبص على الاسامي نفسها كابتن يعني بيقابلوا بعض حاجه قويه جدا. انا بقول ده كاس عالم. كاس عالم مصغر بقى مش مصغر، كاس عالم. تشيلي رغم ان اخر ماتش تعادل 3-3 فرقه كويسه قوي قوي قوي. يعني ممكن يبقى ليها اتعادلت مع المكسيك يا كابتن 3-3. دور الثمانيه ممكن تلعب في الدور قبل النهائي. اللي زعلان عليه البرازيل. يمكن انت ما اتكلمتش يعني هتكلمنا انا عارف انا لسه هنتكلم عليها المجاميع قويه جدا جدا. والبرازيل مش فارق ان هو واخد كاس عالم قبل كده 3-4 مرات. عنده لعيبه وخاصه الماتش اللي فات. كابتن احنا المجموعه ايه اللي هي مجموعه بوليفيا وتشيلي ومكسيك واكوادور. طبعا بوليفيا في المركز او في المقدمه 4 نقاط، تشيلي 4 نقاط ومكسيك نقطتين والاكوادور 0 ما كسبتش اي ماتش. المكسيك فرقه كويسه قوي. ايه يا كابتن؟ المكسيك يعني فرقه قويه طبعا. يعني ممكن الامور تتغير في الثلاثه الاولانيين. تشيلي بقى اول، مكسيك ثاني او بوليفيا. هو فاضل مباراه. هو فاضل مباراه. تتوقع ان يعني بوليفيا وتشيلي هم اللي يوصلوا يا كابتن؟ غالبا بنسبه كبيره. اول وثاني. طيب معانا على المجموعه الثانيه يا كابتن لو هنبص عليها الارجنتين واوروجواي وجامايكا. يعني الارجنتين طبعا في المقدمه ب4 نقاط برضه، يمكن نفس الموقف بتاع المجموعه الاولى. اوروجواي 4 نقاط، اوروجواي 3 نقاط، جامايكا ما كسبتش ولا ماتش 0 يعني. برضه اعتقد يا كابتن ارجنتين اوروجواي وارجنتين هو فاضل المباراه. ما اعتقدش ممكن يبقى فيها مفاجآت دي يا كابتن. لا. ايه رايك في الارجنتين؟ طب في اتفرجت عليه يا كابتن؟ اتفرجت يعني كانوا بيلعبوا الاوروجواي كسبوا 1 بس يعني ميسي غير برشلونه.
يعني انا بتكلم على ميسي بالاخص لان هو اللي بيصنع الفرق. مع الفرق مع العلم يا كابتن ان الاوروجواي والارجنتين اكتر فرقتين اخذوا البطوله الكوبا امريكا قبل كده هم اخذوها، لكن هو بيلعب بنفس السيستم بس الناس ما بتخدمش عليه، يعني برشلونه ال10 بيخدموا عليه وهو بيخلص شكله مختلف يا كابتن. حتى تلاقيه هو بيلعب طبعا لماحين قوي لك يعني مش مبسوط. طب احنا معانا المجموعه الثالثه يا كابتن اللي هي المجموعه بقى اللي هي ممكن تقول مجموعه عليها اللغط بقى فيها ومين هيوصل. البرازيل وبيرو وكولومبيا وفنزويلا، كل فريق عنده 3 نقاط وممكن البرازيل ما تبقاش موجوده يا كابتن المباراه القادمه لو ما كسبتش هتبقى مشكله للبرازيل. خلي بالك خصوصا ان نيمار مش هيبقى موجود كمان يا كابتن. لا انا عارف ليه الفرقه اتعصبت المباراه بتاع كولومبيا، كلهم متعصبين وكلهم نازلين يضربوا، بس كولومبيا لعبت عليهم صح، لعبت عليهم جامد وقريبين وضغط لان اللعيب الحريف بيتخنق صحيح، عايز مساحات. ونيمار انا ما كنتش اتمنى ان اشوفه كده انه كابتن فرقه، ومفروض ان احنا يعني البرازيل محتاجه الماتش الجاي اكتر من اي ماتش تاني. عامة لجنة الانضباط اديت له ماتش واحد يا كابتن، وفي ده استئناف يعني من لجنة الانضباط انها ممكن لو حصل استئناف وممكن هيبقى نص ماتش؟ لا مش هيبقى في ماتش طيب. بقى اتمنى لكن هو اعتقد الماتش برضك هيفرق مع البرازيل لان هو يعني شوف الاربع فرق عندهم 3 نقاط. طيب. يعني اي فوز هيبقى اولى ليك ان انت تبقى اول. طب سريعا يا كابتن بقى مين اللي ممكن تشوفه هيطلع الدور الجاي؟ اللي انا شفته كمستوى برازيل وكولومبيا. بس بيرو برضك بس مش عارف هل الماتش الاخير هتكسب مش هتكسب، بس عملت ماتش قوي جدا. فاتمنى ان البرازيل وكولومبيا. طب احنا معانا كابتن سعيد الشيشيني مدير قطاع الناشئين في نادي المقاولين. طبعا تعليقا على احنا كنا عايزين اي حد يتكلم معانا من اتحاد الكوره على المشكله بتاعت او قضيه 95 والغائها، لكن طبعا احنا معانا راي تاني من نادي تاني. كابتن سعيد الشيشيني مساء الخير يا كابتن وكل سنه وحضرتك طيب. نعم مساء الخير يا كابتن فاروق. ازاي حضرتك يا كابتن؟ منورنا ورمضان كريم. كابتن محمد صلاح بيمسي على حضرتك. انا بمسي على كابتن محمد صلاح. كابتن الشين ازي حضرتك يا كابتن؟ كل سنه طيب. الله يخليك يا كابتن. وحشنا يا كابتن. يعني يا كابتن عايز اعرف رايك الشخصي اولا وراي نادي المقاولين كاداره في الغاء البطوله دي او المسابقه دي بالذات يا كابتن سعيد. بص يا كابتن انا هتكلم من كذا نقطه. اولا الغاء ال 95 ده قرار خاطئ جدا. يعني انا سمعت المهندس محمد ليطه وهو بيتكلم بيقول ان دي مسابقه 21 سنه. هي مش مسابقه 21 سنه، هي مسابقه 20 سنه لان دي اساسا 95 يبقى كده 20 سنه. اخر مسابقه هتتلعب فيها الناشئين هتبقى 18 سنه وعمرنا ما سمعنا الكلام ده. يعني احنا قبل كده كنا بنسمع مسابقه ال20 او ال21 يعني سنه زوجي وسنه فردي. تمام. وكنا قبل كده برضه بيتعمل مسابقه 23 انما الغي 23 والغي 21 والغي 20 والغي 19 وجاء العب اول مسابقه 18 سنه. مين اللي يقول كده؟ تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي بيقول لك ان هيزود عدد الفرق الدرجه الاولى ل 35. اذا كان اللعيبه اساسا في الانديه يعني مثلا لو جبنا على سبيل المثال نادي الزمالك عنده مثلا 30 لعيب اشترى لعيبه السنه دي وما نزلوش الملعب، يبقى انت هتحط لهم لعيبه كمان عمرها ما هتلعب. يعني انا لما ازود ل 35 انت بتلعب ب 17 ب 18 ب 20 بالكتير قوي، يبقى في 15 مش هيلعبوا. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها ان اللعيبه اساسا الانديه الكبيره بتعمل للعيبه عقود احتراف. طبعا في قانون الاحتراف او في شروط الاحتراف في بنود الاحتراف بيقول ان اخر يعني المسابقه لما تنتهي بعد 15 يوم بالظبط بتبلغ اللعيب ان انا عايزك او همشيك. انت دلوقتي ما بلغتوش، طبعا انت مطالب ان تديله العقد بالكامل واصبح اللعيب فري. يعني اللعيبه دلوقتي طب انت المفروض هتعمل قرار زي ده بلغ اللعيبه او بلغ الانديه قبليها بفتره عشان كل لعيب يعرف هو رايح فين. قبليها فتره قد ايه يعني يا كابتن؟ قبليها فتره قد ايه يعني بسنين ولا بوقت؟ مع الانديه. طب ما الانديه ممكن ما تاخدهمش يبقى كده قاعدوا. انا قلت قرار خاطئ بصراحه يعني. طب انت شايف كابتن كانوا يبلغوا الانديه او اللاعبين يعني بفتره قد ايه؟ سنين ولا اصل المفروض ده يعني المفروض بتبقى بلان معين او خطه موجوده استراتيجيه موجوده جوه الاتحاد ان هو بيلغوا في وقت من الاوقات بطوله؟ هو ده اللي المفروض يا كابتن. ده اللي المفروض. انا المفروض قبل المسابقه انا اكون بلغت اللعيبه قبل ما تنتهي المسابقه، ابلغ الانديه حتى عشان كده ابلغ برضه اللعيبه. انما الانديه بتتكبد مصاريف غير عاديه، اجي اقول لهم انتوا فري يلا وبعدين يمشوا من 18 سنه. يعني اول مسابقه هتبقى 18 سنه وبعد كده بقى الغيها بقى 18 كمان نقول خليها 16 سنه بقى. انا مش فاهم لها بصراحه
طب ايه البديل وبعدين يا الكابتن كابتن؟ عزمي مجاهد قال لك يعني في نقطه مهمه، الاستاذ المهندس محمد لقيطه اتكلم في نقطه مهمه، في تضارب في القرارات. طب انت مع مين؟ انت لو اساسا متفق يبقى كله متفقين عليه ويقول لنا مبرراته ايه، انما بصراحه احنا مش شايفين لها مبررات. طب نادي المقاولين ايه يعني هيعمل ايه يا كابتن في مشكله زي كده؟ ما هو زي الانديه هتعمل ايه؟ يعني انت هتبقى الشاذ اللي هيمشي عليك هيمشي على كل الانديه. ما هتعمل ايه؟ بس انا بقول انا من وجهه نظري بصرف النظر عن انا المسؤول عن المدير الفني لفرق الشباب في النادي، بس انا من وجهه نظري بقول الغائها غلط. انت لغيت قبل كده 96 بعدين تلغي ال 95 وقبل كده 94 برضك اتلغت. هو المهندس ايهاب لقيطه بيقول ان مفيش اصلا مسابقه 96 اصلا يا كابتن سعيد. ما هو ماشي، ما احنا ما اتكلمناش فيها، ما هي منضمه لل 95، بس ال 95 السنه الجايه هتبقى 20 سنه مش 21. يعني لو فيها 21 يبقى في مبرر. المسابقه اللي بعديها على طول ال 19، انما ما فيش الكلام ده. ده انت عندك اول مسابقه 18 سنه دلوقتي اللي هي 97 اهو. السنه الجايه هتبقى 18 سنه. لا عندك 19 ولا 20 يعني انت شايف يا كابتن ان 97 ممكن تتلغي في يوم من الايام برضو؟ ما هو ده المفروض بقى لما يكبروا تلغيها بالمره كمان. لا بعد ما يكبروا بس خلي بالك يا كابتن سعيد 97 ده الجيل الذهبي زي ما بيقول، اللي ليه كاس عالم ليه اولمبياد. هم عاملين كده اهو. طب ما فيش بديل يا كابتن سعيد عندك؟ نعم يا كابتن. احنا انا اقترحت هنا نعمل دوري مناطق، دوري فريق اول. ما هي هتتعمل دوري مناطق، ما هي اوتوماتيك هتعمل دوري مناطق. لا بيقول لك اللعيب لو ما تسجلش في الاتحاد مش هتلعب منطقه. طب وبعدين؟ ما دي مشكله، ما لسه بتكلم مع الكابتن فاروق ان يبقى في بديل. بديل. يا كابتن صلاح انت اول مسابقه هتبقى عندك 18 سنه. انا بتكلم على ال 95 تتلعب مثلا نقول رديف، نقول السكند تيم، اي حاجه اي مسمى. وايه اللي يا كابتن صلاح ايه اللي يجبرنا على كده؟ ما هو ما فيش اجبار، بس عشان كده طلبت من كافر اي حد من اتحاد الكره، الحاج محمود اللي هو اللي قال اللي انا سمعته ان دي اتلغت بناء على اجتماع مجلس اداره دون الراي اللي الكابتن محمود سعد. فهنا في حاجه احنا مش عارفينها، لازم يقولوا للناس هم لغى البطوله دي ليه. يا كابتن ما هو مجلس الاداره بيقول في ناس بتقول وفي ناس بتقول لا، ولسه اساسا ما بعتوش للانديه عشان تكون كمان يعني ما بعتش حاجه رسمي. اي حاجه. انت ما جالكش جواب يا كابتن لغايه دلوقتي؟ لا ما جاش. سواء الدكتور يعني حتى بنخاطب اتحاد الكوره بنقول لهم قال لك هو انتوا جالكم اساسا الغاء عشان نقول لكم موافقه؟ يعني لا جه موافقه ولا جه الغاء. واللي طلعوا على الهوا دول قالوا ايه؟ ما يا كابتن ما انا في نادي، ما انا لا يعني الحاج محمود شامل لما يطلع يقول ما هو برضه يا كابتن مهما حصل ده قرار، يعني بيبقى قرار رسمي لازم يتباين كويس، لازم يتباين الانديه. بس هو قال هو قال في اكتر من حته وبناء عليه الموضوع انتشر. طب انتوا نادي الزمالك ما جالوش جواب؟ لا رسمي لا بس اتبلغنا ان 95 مفيش من جوه اتحاد الكوره. طب عامة يا كابتن يعني طبعا احنا كنا بنناقش الموضوع، يمكن كابتن محمد صلاح وجهة نظره كشخص يعني ان هو موافق على القرار ده، وحضرتك برضو وجهة نظر شخصية بتقول ان القرار خاطئ. يعني احنا برضو كنا عايزين نوصل لحل، لان ده يعني دول شباب وشبابنا ولاعيبي الكورة، مفروض في يوم من الايام كانوا ممكن يبقوا نلاقي منهم مجموعة كويسة. يعني المجموعة كويسة خلاص الأندية هتختارها، ولكن ممكن يبقى في واحد او اتنين زيادة ممكن نقدر نستفاد بيهم. ولكن قرار مجلس اداره اتحاد الكوره يعني طبعا اخذ القرار ما نقدرش طبعا نرجع فيه او هو يرجعوا فيه وخلاص. ولازم ليه ما يرجعوش؟ ده لو ما طلعش رسمي او لسه عندهم فتره للتفكير. بشكرك يا كابتن سعيد. قبل اي شيء طبعا اتفضل يا كابتن. ممكن يرجعوا في القرار بس يشوفوا لها شكل. يعني البطوله دي مناطق زي ما سعيد قال، او احنا بنقترح ان تبقى مناطق يعني جيزه، وبعدين المهندس ايهاب بيقول لك تبقى ضعيفه قوي. لا، ما طول الزمالك كان طول عمره بيلعب في الجيزه. وفي فرق في الجيزه شقير الدخان والترسانه وانديه تانية مش حاضره دلوقتي، في لعيبه كويسه جدا. ما دول برضك هيمشوا. صحيح. فلما انا اجيبهم يبقى منطقه القاهره تلعب، منطقه الجيزه تلعب، منطقه مش عارف اسكندريه تلعب، والناس دي تتلم وبدون المساس باي حاجه من الفريق الاول. عايز 5 فوق مفيش مشكله. فالنادي يختار احسن 5 مع اتفاق مع المدير الفني بتاع الفريق الاول وياخدهم عنده. بس لازم الناس تلعب. عشان كده بقول لك يطلع حد يقول ليه اتلغت البطوله؟ ليه طبعا كابتن الانديه ما عملش اجتماع مع بعض واتفقوا على حاجه وقدموا مقترح لاتحاد الكوره؟ ليه ما حصلش حاجه زي كده؟ طبعا احنا يعني كابتن سعيد يعني رايه، ويمكن النادي الاهلي ليه رايه، وحضراتكم نادي الزمالك ليكوا راي. ليه ما يحصلش كده توافق ونقعد تقعدوا مع بعض؟ لان خلي بالك برضه ده يعني امكانيات نادي وفلوس نادي. مش هنتفق. احنا لما قعدنا وميدو بعت الكابتن حسن بصري ومحمد صبحي عشان يقولوا اقتراحات لتكمله الدوري بتاع الناشئين قبل ما يتلغي، مجموعتين ونلعب اول وثاني، وكل واحد قال اقتراحات.
فانت بتقول اقتراح انت بالنسبه لك انت موافق عليه، في 3 4 مش موافقين. تمام. انت تقول اقتراح انا موافق عليه، في 3 4 مش، ما فيش حد متفق على الكل. عشان كده الناس كلها عايزه تلعب ليه؟ لان في ناس جابت لعيبه بملايين. فدلوقتي بقوا في الشارع او هيبقوا في الشارع. صحيح. الفلوس دي اتصرفت، مين هيحاسبنا عليها؟ وبعدين ممكن انت بتاخد خير توديه نادي تاني او لواحد تاني تحت يستفيد. حصلت معانا من حوالي 5 6 سنين، كنا بنسيب لعيبه ببلاش يتألقوا في انديه تانية، تروح تجيبهم 2 مليون و1 مليون ونص وكده. صحيح. فابتدى في دلوقتي قطاع الناشئين لازم يبقى عينه صائبه في اختيار او في اللي هيطلع الفريق الاول. مظبوط. عشان كده الناس كلها مش متفقه، ومثلا سعيد عايز، هو عامة هتلاقي انبا عايز. احنا نتمنى طبعا لو القرار لسه ما اتخذش ويبقى فيه نظر ليه، بحيث ان يبقى المصلحه العامه مصلحه الكره المصريه يبقى موجود، لان طبعا كم كبير من اللاعبين هيبقى فيه مشكله طبعا تواجدهم في انديه، لان هتلاقي نص راح ونص تاني. يعني نتمنى يبقى فيه توافق، وفي الاول وفي الاخر احنا يهمنا الكره المصريه. بس انا رافض 10 يكونوا في الفريق الاول. انت هم 5 خلاص، احنا قلنا لا 5. هو بيقول لك ممكن يزيدوا. لكن هي المشكله مش زياده خلاص. لان زي ما سعيد قال واحنا كنا مقتنعين، الناشئ هيلعب في نادي الزمالك او الاهلي امتى؟ في الفريق الاول. امتى؟ صحيح. مع كم اللعيبه اللي بتيجي من بره. كلام حضرتك مظبوط. عامه كابتن نتمنى نوصل للحل ده. نورتني، ربنا يخليك يا وكل سنه وحضرتك طيب، ويا رب ان شاء الله كده تبقى في احسن حال ونشوفك متالق كده في التحليل. انا ببارك لك الاول. ربنا يخليك. اتمنى كوره لايف تبقى على مستوى عالي. ربنا يخليك. اشكرك وان شاء الله بكل الضيوف اللي هتجيبها. اشكرك كابتن. وانا اتشرفت انك اول حلقه، واشكرك. ده طبعا شرف لينا يا كابتن. شكرا يا كابتن. طبعا بشكركم، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله سحور سعيد كده. نشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله كوره لايف مع محمد فاروق.